رسميا الونش زملكاوي. الونش يجدد تعاقده مع نادي الزمالك لحد عام 2028، 3 سنين زي ما قلنا امبارح. الونش تعرض لمغريات كتير زي ما كتب بالظبط. كلام كتير بقى من شركاء الوطن يقول لك اصل احنا لبسنا الزمالك، الخطيب لبس الزمالك في الونش 90 مليون جنيه. كل دي اكاذيب، كل ده كلام فاضي، كل ده شغل لجان وسكريبتات بتتكتب ويلا اكتبوا الكلام ده كله. قبلها بيوم، قبل ما يجدد بيوم، كان كل الناس يقول لك خير او ناش الارض. المستشار تركي آل الشيخ نفسه نزل صوره للونش، وكان كلام الونش والزمالك، وخدنا الونش واحد كباتن الزمالك ولب لب 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 لب، ويروح يعمل التاشيره وكلام كتير، وكان الونش احسن مدافع في مصر. تاني يوم قال لك ايه لما الونش رفض يقعد رغم مكالمه الخطيب، مكالمه نادر شوقي، مكالمه الخاين احمد سيد زيزو، ثلاثه كلموه والراجل رفض، وكان رفض القعده الجلسه اللي الناس كلها كانت بتتكلم عليها، وراح قعد مع الاستاذ عمرو الجنايني وخلص كل حاجه. والونش جدد تعاقده لمده 3 سنين رغم المغريات الكتير، وبمبلغ كله على بعضه مش مكمل 60 مليون جنيه، عكس ما بيتقال ان احنا لبسنا الزمالك في 90 مليون جنيه. مفيش الكلام ده. الخطيب نفسه كلم الونش، زيزو، نادر شوقي، الثلاثه، والحاجات مع الونش، الفويسات والسكرينات وكل حاجه مع الونش. والراجل رفض الجلسه وقعد وخلص كل حاجه مع الاستاذ عمرو الجنايني وجدد للزمالك ونزل بيان على صفحته. قال ما ينفعش التاريخ يتغير او ان انا ابيع الزمالك رغم المغريات الكتيره اللي اتعرضت عليا. شتمناه يوم المباراه اللي فاتت، كنا موجودين في الملعب والناس شتمته ان خلاص الجمهور مش هيتعلق باي لعيب خلاص بعد الخيانه الاخيره، الخيانه الواضحه والصريحه. الزمالك وجمهور الزمالك مش هيتعلق باي لعيب، ولكن الراجل اللي اختار الزمالك خلاص احنا معاه وهندعمه ونشجعه لانه مننا، واحد مننا. والونش من اللعيبه الرجاله الفترات اللي فاتت طول عمره مع الزمالك من ساعه انضمامه، هو لعيب راجل ومن نوعيه اللعيبه الرجاله وكابتن من كباتن نادي الزمالك، كان يقدر فعلا بجره قلم يخلص كل حاجه، لكن في النهايه رفض كل دوت وتمسك بنادي الزمالك. في النهايه زي ما قلت دايما جمهور الزمالك بيقف مع اولاده، بيدعم اولاده اللي بيلبسوا تيشيرت الزمالك، في وقت ما هو لابس تيشيرت الزمالك فاحنا بندعمه من اجل نادي الزمالك فقط لا غير. شكرا للونش، تجديده للزمالك 3 سنين، القصه مكمله، واحد من كباتن الفريق، نتمنى انه يرجع لمستواه. زي ما قلت في فيديو مباراه سيتلن بوش لما خرجنا من الكونفدريشن، قلت الونش عمل مباراه كبيره، كان من ارجى اللعيبه اللي في الملعب وعمل ماتش كبير جدا، وفي اخر الماتش كده كان بيلعب راس حربه، الناس اللي كانت موجوده في الملعب الراجل كان بيلعب راس حربه في اخر الماتش. اتمنى الونش يجيب مستواه، لما يجيب مستواه هيفرق معانا كتير، لعيب منتخبات، لعيب قوي، اتمنى انه يرجع لمستواه. وخلاص الموضوع انتهى بتجديده للزمالك، فالموضوع انتهى تمام. كل الدعم والتوفيق للونش، اتمنى الفتره الجايه نسمع عن تجديد عبد الله السعيد اللي هو قريب جدا باذن الله. عبد الله السعيد رفض عرض مهم جدا برقم كبير جدا من الاتحاد الليبي، وان شاء الله في جلسه قريبه جدا لتجديد تعاقده مع الزمالك. كان في كلام طلع ان هو مضى للمصري ولكن طلع كلام فاضي. ان شاء الله عبد الله السعيد يجدد والزمالك يبدا في عقد صفقات قويه من اجل الموسم القادم باذن الله. طول ما احنا عايشين جمهور الزمالك دايما دايما متمسك باي امل في الحياه.